كان في شاب في ثانوي اسمه محمود. محمود ده ما كانش أذكى واحد في المجموعة ولا كان أشطر واحد في الدراسة ولا الكلام ده كله، بل بالعكس درجاته متوسطة جدا. كانت الناس دايما بتقول له سيبك من المذاكرة، اطلع اشتغل وسيبك من التعليم، لأن أنت كده كده مش هتجيب مجموع. بالمعنى البلدي بتاعنا أنت مش نافع. محمود ده بدأ يصدق الكلام وبدأ يقتنع بيه لحد ما حصل موقف غير كل حاجة. في امتحان نص السنة ومحمود دخل الامتحان وما كانش وقتها مذاكر كويس. قعد يبص في ورقة الأسئلة كتيرة جدًا، أنا مش عارف أحل حاجة، وحس وقتها بإحساس غريب أوي، أنا ممكن أكون أحسن من كده بكتير. خلّص الامتحان ورجع البيت، وكان مخنوق ومتضايق جدًا، وفضل يفكر وقال لنفسه جملة واحدة بس: يا إما أنا هاتغير يا هافضل طول عمري ثابت في مكاني. اليوم ده بدأ محمود يذاكر بطريقة مختلفة جدًا، بدأ يحسّن من نفسه، مش بالساعات الكتير، لأ بتركيز دقيق جدًا. بدأ يركّز في كل حاجة، يركّز في مستقبله ويركّز في مذاكرته. طبعًا بدأ يحل ويغلط، ويحل تاني ويغلط تاني مفيش مشكلة، لحد ما وصل. أول شهر ما كانش في فرق، تاني شهر بدأ يتحسّن ومستواه يتحسّن شوية بعد شوية، تالت شهر المدرس ذات نفسه لاحظ التحسّن ده، وقال له فعلًا أنت اتغيّرت. لأ مش بس كده، ده كمان في آخر السنة لقى نفسه طالع من الأوائل كمان. الغريب بقى إن نفس الناس اللي كانوا بيقولوا في الأول إن أنت مش هتنجح، هم نفس الناس اللي قالوا له أنت إزاي عملت. وهو رد عليهم بكل صدق: أنا ما اتغيرتش، أنا بس بطلت أصدق اللي كانوا بيقولوه عني. خلاصة الموضوع، مش مهم أنت كنت إيه، المهم أنت هتبقى إيه لما تفكر تبدأ.